راح نشتري؟ ماما. ماما بالبيت. شنو نشتري انا وياك؟ ها؟ شو راح نجيب؟ شلون؟ شنو؟ شعرك؟ شبيه؟ حلو شعرك. كيرلي. وين رايح حبيبي؟ شنو تردين؟ اوكي هسه اشوفه. هسه هاي لازم ترجعينها، ما اشتريها لك. الشغلات مفيدة، هاي مو زين على الاسنان، مو زين، رجعيها. تسوي تسوس بالاسنان. رجعي هذا، رجعي هسه اشتريش. شنو؟ حاجة واحدة لأن مو زين. يلا اقتبس واحد وكافي. مساء الخير، مساء العافية على كل متابعين الطيبين. أحب أن أرحب كل متابعات الجديدات وياي والوياي من البداية، وألف هلا بيكم. مثل ما شفتوا بالبداية مقتطفات جدا بسيطة. حفيدتي قبل فترة كانت عندنا وحبيت أوثق هاي اللحظات. حبت تشتري وأخذتها يمنا سنتر براس الشارع مالتنا، وكنت أنا محتاجة أيضا دبس الرمان والأولاد بالمدارس، فرحت أنا وياها اشترينا ورجعنا. هاي قبل لا يبرد الجو، قبل تقريبا أسبوعين أو أكثر. المهم هسه هاي الأكلة كلش حلوة، راح تستفادون عندها، وإذا تحبونها أثبت لكم الرابط مالتها بالتفصيل. هي هسه نفس هاي الأكلة بالضبط موجود عندي، منزلتها 3 مرات على القناة. وبنفس الوقت هم أكو بعد راح أسوي لكم الكبة، كبة التمن كلش طيبة، راح تستفادون عندها للمبتدئات. لف الكبة بالتفصيل وطريقتها، إن شاء الله تستفادون عندها. وهنا هاي الأكلة سويتها بس ما لحقت يعني أصور لكم النهاية، لأن صار الوقت يعني علي ينتهي، اتغدوا وخلصوا، ما قدرت أصورها. هنا أنا طبعا هسه حاليا يعني بالبصرة الأجواء كلها تغيرت، والدنيا بدت ما شاء الله كل فترة تمطر. اليوم هم عندنا مطر، وأتوقع الليلة بالليل يعني نص الليل راح يصير مطر كلش قوي. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله مطر خير يا ربي. وإن شاء الله هذا الفيديو راح تستفادون من عنده وتحبونه بإذن الله. وأيضا هنا راح أسوي لكم أشوفكم مقطع بسيط من طريقة الطرشي، سويته وصورته لكم بالتفصيل بس مو بهذا الفيديو، لأن خليته بهذا الفيديو بس صار الفيديو جدا يعني يصير ممل عليكم. خليته بغير فيديو. إن شاء الله الفيديو القادم أنزل لكم. هنا أنا ما دام شوية جو برد طبعا وبنونة السوق، وسويت هاي الشغلات الشتوية العرنوس، وهم انزل لكم بالفيديو الثاني بالتفصيل طريقة سلق الذرة العرنوس، واحكي لكم على هاي تعرفونها انتم، كتبت لكم عليها. هاي جدا مفيدة، وان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو باذن الله سبحانه وتعالى. هسه طبعا راح انتقل لكم الفقرات الثانية ان شاء الله تعجبكم. طبعا هنا أنا خليت من هذا البخور، بنات سألوني عليه. هذا العطر يعني مثل الزيت يصير، تخلونه بهاي تخلون شمعة بيها وتخلونه. سألوني منين مشتريته، كل مكان موجود، يعني أي مكان تروحونه اللي يبيعون هاي المباخر تلقون هاي العطر بيه. أكو زيتي، أكو عطر مركز، أكو خفيف، حسب أنتم تردونه بأي نكهة موجود عندهم. وهنا أنا طبعا سويت شوربة قبل يومين. هاي الشوربة كلش طيبة وموجودة طريقتها على قناتي، بما أنه الجو بارد. شوربة العدس كلش حلوة بالشتاء. هنا طبعا خليت لها بابريكا وخليت لها فلفل أسود، وطعمها يجنن بيوم المطر، يعني من مطرة الدنيا. وهنا أيضا هذا الفيديو البسيط، اللقطات هاي البسيطة طلعنا أنا وبنونة بالليل يمنا يعني منطقتنا قبل كم يوم، وحبيت هم أوثقها بهذا الفيديو. طبعا هنا أنا بنونة جاي يقول لي هاي النبتة خطية، يعني نازلة على الشارع، أي واحد يتعدى يعني يدعم بيها تموت. فعدلتها بإيدي ورتبتها ورجعتها لمكانها الصحيح. ما شاء الله هذا الشارع يمنا صار كلش حلو، سووا ورتبوه. بس إن شاء الله يعني ما حد يتلف هاي الأزهار ويتلف هاي الأشجار، يعني كلش حلو جاي يزرعون بيه ويرتبونه، وبعدهم يعني مستمرين يشتغلون بيه. فكان الجو كلش حلو هاي قبل المطر.
يعني قبل لا تمطر كانت الأجواء تجنن. نزلت أنا قبل كم يوم على الانستا، البنات دائما يسألوني يقولون بنونا ليش ما ثبتين الرابط مالت الانستا؟ هو أثبته بس ما أعرف ليش ما جاي يطلع عندكم. الانستا مالتي صفحتي اسمها بيتي، يعني بس تكتبون بيتي رأسا راح تطلع عندكم، وانتم بين فيديوهاتي تعرفونها نفس الفيديوهات، بس هناك أنشر أكثر يعني يومياتي وشغلات بسيطة مال أسويها بيومي أنزلها هناك على الانستا. تحبون تنوروني ألف هلا بيكم. شوفوا شلون ما شاء الله هذا تعبوا عليه، وهسه إن شاء الله حتى الجهة الثانية جاي يشتغلون عليها يزرعونها أزهار كلش حلوة ونباتات من كل شيء مخلين، يعني الجهة النمية مخلين من هاي تتحمل نفس اللي عندنا الياسمين، مخلين ياس، مخلين من هاي الأشجار اللي تكبر بسرعة اللي بيها يصير ورد أصفر كلش حلوة. طبعا هنا ثاني يوم هاي بالمطر، الدنيا مطرت والدنيا باردة كلش. هسه راح اسوي وياكم هسه بعد هاي اللقطات راح اشوفكم طريقة الكبة، كبة التمن شلون نسويها التمن مالت الحصة كلش تطلع طيبة بي، وبنفس الوقت كلش مفيدة بالشتاء، يعني كلش حلوة تسوونها اشيات تقلونها قلي وسهلة جدا للبنات المبتدئات. طبعا بداية انا خليت تمن الحصة نقعتها، بعدين طبخته طبخ عادي بدون اي زيت، سلقته بس خليت له ملح ونص ملعقة مال كركم، ملعقة صغيرة، وخليته اشوفه سنة بعد حار راح اخليه يبرد بهاي الصينية. انتم تعرفون سلق التمن، يعني تسلقونه سلق عادي، بس اهم شي تسلقونه تخلوا له ماي زايد على مود يصير لين، يعني شلون كأنما واحد جاي طابخ تمن معجن، هو مال كمية الوحدة يظل يعجن بدون اي شي، لا تخلوا له زيت بس ملح وشوية كركم وخلوا التمن يعجن. من يصير عندكم هيك لين بعدين تخلونه بصينية وتبدون تعجنون بيه عجين كل الزين. إذا واحد يريد يعجنه محضرة الطعام، يعني تردين تعجنينه أو تردين تخلينه بالثرامة مالت تثرمون بيها اللحم هم يصير، بس أنا سويته بيدي وبقيت أعجن بيه، وكل شوية أبلل يدي، يا أما تبللونها ماي أو بزيت حسب رغبتكم. تقدرون تخلون وياه بطاطا، أنا الصراحة ما خليت وياه شي حتى صار كلش مقرمش وطيب. قبل فترة سويته خليت وياه بطاطا هم طلع يجنن، بس هاي المرة ما خليت وياه أي شي، بس مجرد هو الرز التمن بلهجتنا سلقته وسويته. بقيت أعجن بيه إلى حصلت عجينة، إلى أن حصلت على عجينة كلش حلوة ملمسها وتنعجين. أهم شي تسوونها بالإيد، من تجون تسوون الكبة تسوونها خفيفة جدا. هسه أشوفكم الطريقة اللف مالتها للبنات المبتدئات، لأن هواي بنات سألوني، وموجودة على قناتي 4 طرق للكبة، كبة البرغل، كبة الجريش، هواي يعني منزلة أنا على القناة، كبة حلب، فموجودة على قناتي. والحشوة موجودة 4 مرات منزلتها، حشوة اللحم، لذلك ما طلعت لكم شلون سويت الحشوة. هسه أنا خليتها ترتاح نص ساعة من بعد ما عجنتها على ما سويت الحشوة مالتي، موجودة على القناة مثل ما جاي أذكر. تحمسون اللحم والبصل وتخلوا له شوية بهارات كبة وشوية ملح وفلفل أسود، وتخلوا له شوية نمو بصرة، وهاي هي يطلع عندكم الحشو يجنن. جربوا بهاي الطريقة، وإذا تحبون طريقة تلقونها على قناتي. طبعا هسه هنا أنا أكثر شي راح أشوفكم شلون راح ألف الكبة للبنوتات المبتدئات. هنا أنا قعدت بالأرض فرشت، يعني على مود آخذ راحتي براحتي أشتغل، لأن شوية تعبانة ما أقدر أوقف يعني أو أقعد على ميز الطعام، فحبيت أقعد وخليت لي مكان نظيف رتبته وخليت بيه ورق الزبدة على مود أخليه بصينية أخلي بيها. شوفوا بهالطريقة هاي تضغطون على الحشوة، وشكو شغلة يعني تحسونه زايد العجينة زايدة شيلوه الزايد شيلوه بيديكم، وأهم شي تضغطون عليها على مود تطلع الهواء من عندها. تظلون هيك تسوون بهالطريقة هاي. وإذا تحبونها تصير مثل الطوال هم موجودة على قناتي، أنا مسويتها ب4 أصناف، يعني مسوية الكبة على شكل كرات وعلى شكل هلال وعلى شكل مسويتها هيك مثل هاي المتعودين على شكلها الطولاني، وإضافة إلى هذا الشكل. أنا اليوم سويتها هذا الشكل لأن أنا راح أقليها قلي، يعني ما راح أخليها بالسوب، فما أحتاج أسويها غير شي. شوفوا بهالطريقة هاي طريقة هم ثانية
أهم شي تضغطين عليها وتشيلين الشغلات الزايدة، يعني إذا تحسين العجينة هواي شيلي منها شوية. أهم شي خفيفة، إذا صارت خفيفة هيك تبين حتى الحشو يبين منها شفافة، هاي راح تطلع تجنن الكبة عندكم. وتخلونها بالزيت، زيت غزير وزيت يعني ساخن، لا ساخن كلش ولا تحسونه بعده بارد، وسط، والنار وسط، راح تطلع عندكم الكبة تجنن. وأهم شي من تخلونها، طبعا هنا أنا خلصت الكمية كلها، زاد عندي شوي من العجين. أهم شي الفقرة من تجون تقلونها ما تخلون تقلبونها نهائيا، ما تقلبونها، تخلونها بالطاوة أو بالمقلاة. لما ما تحسون كل صار الشقرة من الأطراف استوت، راح نسوي نص الكمية وياكم، ونص الثاني أفرزه، لأن هاي هواي علينا العشاء، يعني إحنا مو هواي ما ناكل هواي، فراح أسوي نصها وياكم والنص الثاني راح أفرزه. هسه تشوفون شلون الطريقة مالت القلي. أحبابي إذا وصلتوا لهنا وحبيتوا الفيديو أتمنى تشاركونه ويا الأهل والأصدقاء، وأكون ممنونة من عندكم، لأن القناة كل فترة جاية أحكي لكم ما جاية ترتفع ولا تصعد، لأن المشاهدات جدا قليلة ولايكات جدا قليلة، فأتمنى تساعدوني بنشرها على مود هم تعمل فائدة للجميع وهم القناة ترتفع. فهسه بهالطريقة هاي شوفوها ما شاء الله تبارك الرحمن. أهم شي ما تنحل يعني أبدا، لا طلع من عندها حشو، لا تفتفتت. هواي سيدات وبنات يذكرون أنه الكبة ما تتمن من يجون يقلونها راح تتفتفت عندهم وتلتصق بالمقلاة، أبدا ما تسقط. أهم شي مثل ما حكيت لكم ما تدنون يمها ولا تقربونها، بس تشوفون الأطراف صار الشقرة يلا تقلبونها على الوجه الثاني. طبعا هنا أنا سويت تقريبا وما أخلي هواي بالمقلاة، أخلي كل 3 قطع. ليش؟ أنا الكبة مالتي كبيرة، يعني إذا كبتكم صغار خلوا فد 4 5، بس إذا كبيرة الحجم مالتها خلوا 3 كافي بالمقلاة أو الطاوة بهالشكل هذا. هسه راح تطلع تجنن وراح أسمعكم صوت القرمشة تسمعونها. شوفوا أحبابي بين الجنة، شوفوا شلون خفيفة وهالشي ومقرمشة من الخارج، والطعم يطلع يجنن ما شاء الله تبارك الرحمن. أترككم برعاية الرحمن. أتمنى أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسونا من اللايك ومشاركة الفيديو.